كان جميل وكانت كل الناس بتحبه، وكان بار بوالديه، وكمان كان بيحب المدرس بتاعه لدرجة ان هو كان بيقعد معاه بعد ما الدرس بيخلص. طب وبعدين وايه اللي حصل؟ وازاي في يوم وليلة نسمع خبره ونفضل اكتر من 10 ايام ندور على نصف جثمانه؟ وجع قلب وقهر ودموع الاب والام والكل محبين الطالب ايهاب اشرف. البقاء والدوام لله. بقاء لله. احنا بنعزي نفسنا قبل ما بنعزيكي في ايهاب. رحمة الله عليه. ابننا كلنا قبل ما يكون ابني. عايزة حق وبأسرع وقت. بعد صدور قرار الإحالة من النيابة العامة الموقرة ضد المدعو أو المتهم محمد عبد البديع مدرس الفيزياء اللي قطع إيهاب أشرف لأشلاء. محمد عبد البديع ده الشيطان اللي كان متجسد في صورة مدرس الفيزياء. في تحقيقات النيابة قال إن مراته هي المحرضة وهي السبب الرئيسي في الجريمة دي. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في تفاصيل أول مرة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. مش بس كده، هنعرف أدوات الجريمة كانت إيه، وهل فعلا تم تقطيع جثمان الشهيد إيهاب أشرف بالسكين كما يقال، ولا في طرف ثالث في الموضوع. تفاصيل كتيرة جدا هتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة، ولكن قبل ما نبدأ أي كلام يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ الكلام. خلونا في البداية نستعرض مع حضراتكم القصة وإيه اللي حصل فيها تحديدا، واللي أنا متأكد أكيد إن كل الناس عارفينها، ولكن في بعض النقاط كده المهمة اللي لازم نقولها لحضراتكم ونحط تحتها مليون ألف خط أحمر. زي مثلا أول حاجة لازم نتكلم فيها مع حضراتكم إيه هي أصلا دوافع الجريمة، وإزاي مدرس زي ده عنده 25 سنة، وللعلم محمد عبد البديع هو لسه طالب في الفرقة الرابعة في جامعة الأزهر الشريف، يعني لسه ما خلصت دراسته، وبيدي دروس خصوصية علشان أو على حد دقائقه علشان خاطر يقدر يصرف على بيته وعلى زوجته اللي اتجوزها بس من 6 شهور. القصة بكل اختصار ان ايهاب كان بياخد درس خصوصي، درس مادة الفيزياء عند مدرس اسمه محمد عبد البديع. وطبعا علشان كل اهالي القرية او الاولاد او زمايل ايهاب كانوا بياخدوا عند نفس المدرس وكلهم كانوا بيشيدوا بيه، ايهاب قرر ان هو ياخد درس مخصوص يعني لوحده عند المدرس ده. والمدرس ده عندهم في القرية بالعامية كده ان هو كان شخص كويس وكان ابن ناس ومحدش سمع عنه اي حاجه وحشه اطلاقا. في يوم الواقعه ايهاب كان صايم وكان بياخد الدرس عند محمد عبد البديع في مكان بيدي فيه الدروس الخاصه بتاعته، مكان صغير كده في القريه اللي هم ساكنين فيها. المهم ايهاب كان في اليوم ده كان صايم، والمفروض ان هو بيفطر مع والدته ومع والده. بعد ما حوالي الدرس ده خلص بحوالي 5 أو 10 دقايق جاله تليفون من والدته بتستعجله وبتقول له ما تتاخرش علشان انا منتظراك على الفطار. ايهاب رد على والدته وقال لها انا جاي يا ماما في الطريق على طول وانا ان شاء الله مش هتاخر. بعد حوالي من ربع لنص ساعه تليفون ايهاب رن على والدته تاني. والدته افتكرت ان ايهاب محتاج حاجه او عايز حاجه، ردت عليه، ولكن اللي رد عليها ما طلعش ايهاب، طلع شخص مجهول بيقول لها ان هو طالب فديه 100,000 جنيه، ويقال ان المبلغ تضاعف ووصل 200,000 جنيه. والدته ردت بكل تلقائيه وقالت طب هو ابني فين؟ هجيب لكم ال 200,000 جنيه او ال 100,000 جنيه اللي انتوا عايزينها، ولكن رجعوا لي ابني. وفي اللحظه دي تليفون ايهاب اتقفل ومش عارفين يوصلوا. والد ايهاب ووالدته وجدته خرجوا يدوروا على ايهاب وقلقوا جدا، وكلموا كل الناس اللي موجوده في القريه وكانوا بيسالوهم عن مكان ايهاب، وكانوا بيدوروا كمان في القرى القريبه. باختصار عشان ما اطولش على حضراتكم ان هم وجدوا النصف السفلي لجثمان الطالب ايهاب في احد المصارف او في تبة عالية كده قبل المصرف بشوية. ومن هنا حصلت الكارثة والمصيبة، والناس كلها مش مصدقة. ايه الدافع اللي يخلي انسان يعمل كده في انسان وهم ما كانوش عارفين مين اساسا اللي اقدم على الفعل والجرم الشنعاء ده؟ عايز اقول لحضراتكم ان هم في الاخر اكتشفوا ان اللي عمل كده في ايهاب هو المدرس بتاعه. اه والله زي ما بقول لحضراتكم كده، المدرس اللي كان ايهاب بياخد عنده درس الفيزياء هو اللي عمل ده. ايه هي دوافعه وليه هو عمل كده، وليه قطع جثمان الشهيد ايهاب ل3 اجزاء ورمى كل جزء في مكان برضه لحد النهارده احنا مش عارفين ايه السبب. ولكن يقال في تحقيقات النيابه العامه الموقره لما تم سؤال المتهم محمد عبد البديع رد قال لهم ان هو كان بيمر بضائقه ماليه، وليه ايهاب بالاخص رد وقال علشان ابوه ميسور الحال. عايز اقول لحضراتكم ان الاول مره يتم دفن جثمان او يتم تشييع جنازه على مرحلتين او على يومين.
رحمة الله على الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. تقرير الطب الشرعي أثبت أن الجثمان تم قطعه أو تقطيعه بآلة حادة جدا لدرجة أن الجثمان متقطع متساوي. يعني أعزكم الله الجزء السفلي متقطع مظبوط والجزء العلوي غير منطقة الرأس طبعا اللي أخدها المجرم ده ورماها في مكان بعيد جدا. عايز اقول لحضراتكم ان الجريمه دي جريمه صعبه جدا 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 فوق ما حضراتكم تتصوروا، وان القريه اللي حصلت فيها المشكله دي عايز اقول لحضراتكم ان هم فضلوا اكتر من 10 ايام ما بيناموش حرفيا، وان كل رجال الامن وكل المحققين فضلوا سهرانين على القضيه دي علشان يوصلوا للشيطان محمد عبد البديع ده اللي كشفوا قطعه قماش. وانا مش هتكلم عن القصه دي لان هي طبعا معروفه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن النهارده جاي اقول لحضراتكم عن قرار احاله النيابه العامه الموقره بصدد المتهم محمد عبد البديع. خلونا في البدايه قبل ما اعرض لحضراتكم قرار الاحاله نعرض النص الكامل او الاعتراف الكامل امام النيابه العامه الموقره. قال المتهم في تحقيقات الشرطه انه خلال الفتره الاخيره كان بيمر بضائقه ماليه وكان مديون بمبلغ كبير من المال لا يستطيع سداده، ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا فكر في التخلص منه بقتله وإخفاء جثمانه بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة أهله وذويه هاتفيا بمبلغ مالي. وأقر المتهم أنه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي بيمارس فيها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه. وقال انه قام بتقسيم الجثه الى 3 اجزاء، نصف سفلي وجذع ورأس، ووضع احشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيك والقى الجزء السفلي بمنطقه بحر التبين والجذع بمجرى مائي بمنطقه 21 الامل بحفير شهاب الدين في محاوله منه لاخفاء الجريمه. واوضح ان هو ما قدرش يكمل مساومه اسره المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الامني الكثيف والواسع داخل القريه بنطاق وقوع الجريمه، وخاف ان هو طبعا يفتضح امره. ده كان نص اعتراف المتهم محمد عبد البديع في تحقيقات النيابه العامه الموقره اللي صدر في حقه قرار الاحاله الى محكمه الجنايات. اصدر النائب العام قرار باحاله محمد عبد البديع 27 عام مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب ايهاب اشرف عبد العزيز 16 سنه طالب بالصف الاول الثانوي بعد ان قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستموني في محافظة الدقهلية إلى محكمة الجنايات أمام الدائرة السابعة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم رئيس الدائرة إلى جلسة 20 مارس. يعني 20/3 هي أولى جلسات محاكمة الشيطان محمد عبد البديع. كلنا ثقة في القضاء المصري العادل الشامخ اللي هيرجع حق الطالب إيهاب أشرف ويشفي غليل أبويه أبوه وأمه المكلومين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد هنتابع مع حضراتكم تفاصيل القضية دي، ولكن إحنا منتظرين ورق التحقيقات علشان نقدر نطلع نتكلم فيه ونحلله مع حضراتكم. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان دايما نوصل لكم أو يوصل لكم مننا كل جديد. كان مع حضراتكم أخوكم محمد عوض.